اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. طبعا انا هتكلم عن موضوع الزياره الاخيره لاكاديميه البحث العلمي. الموضوع باختصار، انا رحت الاكاديميه لقيت فيها بعض الاختلافات. يعني اول حاجه المكان، حيث المكان من جوه اتغير شويه، تقسيمه اتغيرت، ولقيت عدد ناس كتير. انا استغربت، قلت ايه ده، معقول هو البحث العلمي لما زودوا التكلفه زاد عدد الناس؟ يعني ازاي بقى في اقبال؟ لا، في ناس كتير، عدد كبير يعني من الناس. كنت قبل كده اروح على الاكاديميه الاقي يعني شخص شخصين ثلاثه، مش كتير، ان كده كده التقديم اونلاين يعني. فلقيت عدد كبير، فبعد كده يعني تداركت الامر. طبعا الملكيه الفكريه فيها تخصصات مختلفه. فيها عندك العلامات التجاريه، عندك حقوق المؤلف، عندك براءه الاختراع. كويس. ممكن في كمان بعض الامور المشتقه التانيه. فهم حطوا كل الملكيه الفكريه في مكان واحد، لان هو كان في مكان تاني ما كانش في نفس الاكاديميه. كده الاكاديميه خاصه بتسجيل براءات الاختراع بس. طبعا انا متخصص براءات اختراع بس برضه. كويس. المهم، ده من حيث المكان. المهم انا يعني كان ليا حاجات بخلصها، خلصتها وكده، وبعد كده بدات اسالهم. هو طبعا هقول لكم حاجه، يمكن حد عنده مشكله. الاكونت بتاعي كوكيل كان ما اعرفش، ما عملوا حاجه في السيستم، فمحتاج تاكتيفه، او هو يبعت لك اعاده تفعيل. اعاده تفعيل بتوصل عندهم يعني الايميل بتاعي بيوصل عندهم مش عندي. المهم، فرحت عملت اعاده تفعيل. ربما حد عنده المشكله دي ممكن يروح الاكاديميه ويطلب منهم ان هم يعملوا اعاده تفعيل. او تكلمهم بالتليفون. هو ممكن يديك رقم، تبعت على الواتساب تقول له انا مشكلتي كذا، تمام، وهم ان شاء الله ايه يحلها لك. كويس. دي كانت بالنسبه ايه للمشكله اللي عندي. المهم بدات اسالها، قلت لها طب حضرتك انا دلوقتي يعني عايز افهم النظام الجديد ايه وضعه وكده. المهم فهمتني، قالت لي طيب هو النظام طبعا حكايه ال 50,000 خلاص. اللي حصل هي دلوقتي بقى في حاجه جديده اسمها جهاز الجهاز المصري للملكيه الفكريه. باختصار يعني اللي انا شايفه برضو متابعتي الملكيه الفكريه على مستوى الوطن العربي، ممكن هتلاقي مثلا في ناس خصصت الملكيه الفكريه لوحديها. ليه؟ لان الملكيه الفكريه مش براءه اختراع بس، هي براءه اختراع وداخل فيها تسجيل حقوق ملكيه مثلا زي الاغاني والافلام. يعني الموضوع بقى فيه، يعني اقصد فيه شغل كتير، يعني فيه طلب عليه كتير، وبقى فيه مثلا شركات كبيره، براندات اللي بتتقلد عليها غرامات بالملايين. فهو الموضوع فعلا بقى محتاج تخصيص شويه. تمام. انا يعني هديكوا بشكل عام اللي انا شايفه. كويس. يعني انا كنت الاول شكيت، قلت طيب هم عملوا كده يمكن عشان عدد البراءات يعني ممكن يكون على الفاضي وناس بتقدم غلط. طبعا دي مشكله، لكن ما اعتقدش هي دي الازمه. يعني هي الفكره اللي بره، في ناس عامله وزارات مخصوصه خاصه مثلا بالذكاء الصناعي، عاملين حاجات خاصه بالملكيه الفكريه. هم يعني حبوا يعملوا حاجه، جهاز خاص بالملكيه الفكريه، لان هي تحوي كل ده، مش هي براءه الاختراع. يعني المشكله مش براءه الاختراع، المشكله بشكل عام. احنا بنتكلم ايه المشكله بشكل عام. المهم، فهم عملوا الجهاز المصري للملكيه الفكريه. طبعا هم شالوا موضوع الاكاديميه، بقى في حاجه جديده. كويس. هي نقطه مهمه. انا والله سبحان الله لما قعدت اراجع الموضوع وادرسه كويس، الاول كنت زعلان على فكره جدا، قعدت فتره زعلان. يعني انا حتى مش قادر اعمل لكم فيديو، انا متضايق من الموقف. آه، اكتر خوف عندي، اكتر خوف بجد مقلقني، اللي احنا نيجي مثلا في السنه نلاقي عدد البراءات المصريه ضعيف. دي بالنسبه لي مشكله. يعني لما الاقي عدد البراءات المصريه المقدمه ضعيفه، دي للاسف احنا ترتيبنا ينزل في عدد البراءات المقدمه، او في البحث العلمي لما الدوله تنزل. دي بالنسبه لي مصيبه. اتمنى ان شاء الله ما تحصلش كده. لكن لما رجعت طبعا النقط التانية اللي هقول لكم عليها دي، يعني اطمنت شويه، وفعلا يعني ان شاء الله خير. يعني اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع خير باذن الله، ما يبقاش يعني ايه يعني لا. بس هو مش كده، هقول لكم ليه برضو. المهم اتكلمت معاها في موضوع هي اللي انتوا عارفينه، اللي هو قرار الوزاره. فعلا ده من تقريبا من 6 شهور. انا ليه ما خدتش بالي منه؟ لان تقريبا هي نفس الفتره اللي هي والدي توفى فيها، الله يرحمه. كويس. فانا الفتره دي ما كنتش مركز خالص يعني. المهم، فهو من 6 شهور بالظبط تم بتاع ده عمل قرار اللي احنا هيشيلوا الدعم عن كله هيدفع 50,000، حتى الطالب يدفع 50,000، ودي مشكله طبعا. كويس. لكن هو سيستم. لكن هم كان المفروض، يعني انا هتواصل معاهم، اتمنى ان هم يكونوا اكتر توضيحا. يعني هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا خطوات، لكن كانك ايه، انت مش عارف اللي جاي ايه. فانت مش عارف هم هيعملوا حاجه فعلا، هم بيعملوا حاجه فعلا. لكن انا وصلت للقرار الاولاني اللي هو من اليوم يعني كان على اليوم السابع.
كويس. دي ممكن تقول ايه، لسه عاملين وزاره جديد فبيقولوا ايه هم هيعملوا فيها ايه، وكان دي يمكن ده كلام شافي شويه. تمام. فهم ببساطه الموضوع، يعني هقول لكم نقط اكتر تحديدا شويه. اول حاجه اسمه صندوق رعايه المبتكرين، هي قالت لي فيه ده، يعني هي كمان ايه قالت لي فيه الورقه دي صورها، دي فيها اسمه صندوق رعايه المبتكرين. هو بدا فعلا يرعي حاجات، يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس انا شفته بيرعي بتاع ده مسلسل كويس. بس هو بدا يشتغل، هو يرعي حاجات في مش عارف تقريبا 500 مليون جنيه حاجه زي كده، فهو بدا يرعي كذا حاجه يعني. وهو بيفتح ويقفل يفتح ويقفل. لسه هعرف تفاصيل اكتر ما اتواصل معاهم، لكن هقول لكم بعض المعلومات اللي انا عرفتها، يعني ان شاء الله حاجات تدعو الى التفاؤل برضو. مش هقول يعني ايه اللي هو الموضوع سيء بشكل كبير، انا اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع خير. سالتها طبعا على السؤال المهم اللي انتوا سالتوه لي وكتير مننا فكر فيه، موضوع انا دلوقتي هدفع ال 50,000، ربنا سهل وحوشت وعرفت ادفع ال 50,000 كويس، هل انا لو البراءه اترفضت هترجع؟ قال لك طبعا لا، لان دي اسمها رسوم الفحص كويس. يعني خد بالك دي رسوم الفحص، فيعني دي نظير عمل الفحص كويس. فهو نظير ده لو انت ما خلصتش الفحص الفكره بتاعتك ما طلعتش يعني تمام، للاسف هتفقد ال 50,000 كويس. تاني حاجه بيقول لك هم 3 شهور، لو اتاخرت على 3 شهور هيحطوا عليك كمان ايه 25,000. طبعا هي حاجه للاسف يعني سيئه للغايه، لان انا مش قادر اصلا ادفع ال 50,000، هتدفعني كمان 25. فاعتقد انت بعد كده عندك البلان اللي بعده اللي انت ايه هتفقد البراءه. بيقول لك بقى انت البراءه خلاص تعتبر متنازل عنها كويس. ودي مش مصيبه قوي يعني، خلي بالك يعني برضو ايه، يعني انا هقول لك حاجه، البراءه علم منفصل، حاجه مش سهله. انت هتسيب لهم الفكره بوضعها الاولاني، فالبراءه ناقصه. يعني انا اقصده مش انت هتسيب لهم الفكره هياخدوها ينفذوها ويكسبوا فيها ملايين، ما تتفكرش كده. انت بتسجل الفكره، والفكره مش بتوصل انها فكره بصراحه وتوصل غير لما يمسكها مهندسين متخصصين. يعني معلش يعني زي ما مثلا بمسك اي اختراع بيجي لي من بعد البراءه، من بعد ما نبدا نجهز النموذج، الفكره بتختلف بشكل كبير. فانت ما تتخيلش ان انت بتسلم الفكره في البدايه فانت اتسرقت منك، او انت يعني قال لك خلاص يعتبر متنازل عنها فانت كده خلاص فقدتها. لا لا خالص، عادي. انت كده كده بتكون يعني اصلا بتكون فكره اوليه، الموضوع بيكون بدايه، ما بيبقاش هو ده نهايه الموضوع كويس. فانا عايزك بس تاخد بالك اللي دي بدايه، يعني الموضوع مش ازمه. يعني لو انت تم الفكره انت مش جاهز، معكش فلوس مثلا في الفتره دي وانت مش جاهز، فانت بعد كده قلت لا خلاص انا ايه هخلي الموضوع اللي هو اتنازل عنها دلوقتي كويس، عادي عادي، ما مش ازمه خالص والله، ولا مشكله ولا حاجه تخليك مثلا تحس ايه خلاص البيبان اتقفلت وانا ما عنديش حل تاني وخلاص انا الفكره بتاعتي راحت عليا. لا لا والله مش كده خالص، يعني الموضوع ابسط من كده كويس. يعني عادي لو لا قدر الله حصل كده وانت مش جاهز، عادي يعني طور على الفكره احتياطي وسجل من اول وجديد. يعني انا مش شايفها ازمه او حاجه كبيره. لا لا عادي، لان انت الفكره او في بدايتها لما انت بتسجلها في البدايه 100% مش هي اللي هتبقى في النهايه. احنا نفسينا انا وكيل بكتب البراءه وبقدمها، بيبداوا يعترضوا معايا، احنا عايزين انت فكره بينك وبين الثانيه ايه، طب ايه الجديد عندك، فتلاقي نفسك الفكره اتبلورت لحاجه جديده كويس. فدي بالنسبه ايه فكره الشبيهه، او هو لو وصلت ده مش ازمه ودي مش نهايه المطاف. عندنا بعد كده كلام بقى عن صندوق رعايه المخترعين، اسمه المبتكرين والنوابغ. انا برضو كتبت عشان ايه بس يبقى النقط صحيحه. هو طبعا بيخاطب جميع الفئات، الباحثين والطلاب والمبتكرين والجامعات، وهو عنده انشطه. ده بقى ايه اللي قريته في اليوم السابع، يعني هو الموقع لسه تحت الانشاء. طبعا انا لما لقيت الموقع مش بيفتح كذا مره اتضايقت برضه، بس هي الفكره هم ما وضحوش نقطه صغيره جدا، يعني ما قالوش ايه مثلا، ما عملوش مثلا خطه زمنيه، لا هم بداوا. ويمكن اليوم السابع ده عرفني الخريطه شويه كويس. المفروض هم هيعملوا انشطه وهيلفوا الجامعات والمدارس حتى الانديه الاجتماعيه، هم كاتبين كده كويس، اللي هو هيلف في الانشطه دي كلها يدور على المخترعين والمبتكرين واصحاب الافكار كويس، وممكن تسجل معاهم. وفي حاجه عندهم برضو خلتني اتفائل والله العظيم. انا الفيديو ده كذا مره هعمله، سبحان الله لما بدات ابحث في الموضوع اكتر يمكن دي اللي ادت لي فعلا نقطه تفاؤل كويس. هم دلوقتي عندهم تمويل ودعم والكلام ده، بس احلى نقطه عجبتني جدا، قال لك سيتم التعاقد مع متخصصين في الاقتصاد والقانون والتسويق. حلو جدا، لان انت لو وزاره جديده وبدات تجيب موظفين من اي حته
تعالى انت اشتغل تسويق، تعالى انت اشتغل قانون، تعالى انت اشتغل اقتصاد، للاسف هتبقى حاجه سيئه جدا. لكن هم لو هيتعاقدوا مع ناس متخصصين متميزين اكيد ده هيفرق كتير. او حتى بشكل عام بما انه قال تعاقد، يعني مثلا ايه، انا مثلا وكيل اقول لهم اتعاقد معاك وانا وكيل، يتعاقد معايا ويتعاقد مع 20 30 40 وكيل، الافضل منهم هيتعامل معاه. فهمت قصدي؟ فشايف دي نقطه كويسه يعني، او نظره مختلفه شويه عن اللي احنا بنعرفه. طبعا الصندوق ده تابع للحكومه يعني برضو ايه، انا لما قالت لي الصندوق ده انا قلت لا يمكن حاجه خاصه، فانا مش كنت هقول لكم عليها اصلا. لكن لما لقيتها هي حاجه تبع الحكومه، يعني الحكومه من الاخر عملت فصلت الصندوق اللي هو بيدعم عن ايه، الوزاره، فخلت التسجيل في مكان والصندوق في مكان. هو كمان كاتب اللي هو بتاع ده بيدعم حاجه كاتب الايه الدعم الخاص بالملكيه الفكريه، مبادرات لحمايه الملكيه الفكريه. دي لسه هسال فيها تحديدا، فانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني، هتواصل مع حد من الصندوق ده افهم عنه معلومات اكتر بشكل عملي. يعني دلوقتي انا عايز اقدم، هعمل ايه؟ ابقى فاهم اكتر، انا عايز اعرف معلومات اكتر، وتحديدا النقطه دي، النقطه الايه اللي هو الحاجات الخاصه اللي هي مبادرات خاصه بالملكيه الفكريه. يعني هو هيعمل ايه معانا؟ ما هي دي النقطه الاهم اللي هو هيعمل هو كويس، اللي هو على فكره كلامه اللي هو في دعم وتمويل والمفروض هيخلق فرص تسويقيه، فده كويس جدا. يعني انا شايفها بدايه ان شاء الله فعلا. يمكن النظام ده يكون افضل ان شاء الله باذن الله، يعني يكون اكتر احترافيه فعلا. هو خصصه كل حد بقى فعلا، حتى والله العظيم بصراحه يعني في المكتب براءه الاختراع لما انا رحت دلوقتي، يعني ما شاء الله الست اللي هي كانت اتكلمت معاها، الاستاذه اللي اتكلمت معاها، مش يعني كان كلامها كويس. فعلا ساعدتني يعني بصراحه، اهتمت ان هي تساعدني بدون ايه. وكذا حد سالني انت محتاج حاجه، طب ف يعني اعتقد كويس ان شاء الله خير، نتفائل خير والله. مش يعني ما ان شاء الله ما يبقاش مشكله ومش ازمه، ومش ده سبب اللي انت تسيب المجال وتقول لا خلاص. يعني ده جزء اولاني، ان شاء الله في جزء تاني، فيديو تاني ان شاء الله هتكلم عن يعني حلول بسيطه بوجهه نظري انت ممكن تعملها احترازيه، تقدر تاخد بيها خطوات عشان تبدا خطوتك الاولى في الاختراع والابتكار، لكن لا تفقد الامل. تابع الفيديو التاني ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لكم.